قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعوا لفلسطين والسودان ان ربنا ينصرهم. النهاردة هنزور مع بعض أصغر محافظة في مصر، محافظة دمياط. هنلف أشهر معالم دمياط ودمياط الجديدة، واللي ما شافش فيديو راس البر ممكن يشوفه بعد ما يخلص معانا الفيديو ده. أول ما وصلنا لفت نظرنا التمثال ده، ولما سألنا قالولنا إنه العالم علي مصطفى مشرفي، وده كان عالم فيزياء مهم ومن مواليد محافظة دمياط، بس للأسف ما كانش مكتوب حاجة على التمثال. بدأنا نتمشى في شوارع دمياط وجبنا آيس كريم من بلبن في سكتنا عشان الحر. التاكسي بتاع دمياط أكتر تاكسي بحب لونه في مصر، واحنا بنتمشى لقينا الجدارية الجميلة دي واللي مرسوم عليها أشهر شخصيات اللي اتولدت في دمياط، زي رأفت الهجان والشاعر فاروق شوشة وعصام الحضري وغيرهم. طلعنا بعد كده على الكورنيش واتمشينا شوية على النيل، بس كان الجو حر قوي. عدينا على ميدان الساعة، واحد من الميادين المشهورة في دمياط، بس أعتقد إنه محتاج تطوير شوية. عدينا على حديقة جميلة على النيل بس ما دخلناهاش عشان ما لقيناش فيها أي حتة ظل، كانت الشمس جامدة قوي، وأعتقد لو بالليل أو في الشتاء ممكن تكون جميلة قوي، وهي فعلا كانت فاضية بسبب الحر. عدينا على مسجد البحر، واحد من أجمل مساجد دمياط ويعتبر من أشهر معالم دمياط. محافظة دمياط مشهورة جدا جدا بصناعة الأساس، وفي كل شارع تقريبا هتلاقي يا إما ورشة يا إما معرض أساس. رحنا بعد كده نصلي العصر في مسجد عمرو بن العاص، أقدم مسجد اتبنى في دمياط ومن أقدم المساجد في مصر كلها. اتبنى سنة 21 هجريا في عهد عمرو بن العاص، وبناه على نفس الطراز اللي مبني عليه مسجد عمرو بن العاص الشهير في القاهرة، بس على مساحة أصغر شوية. ركبنا بعد كده عشان نطلع على دمياط الجديدة. وصلنا تقريبا في تلت ساعة. البلد نظيفة وشوارعها واسعة ومنظمة. دمياط الجديدة اتأسست سنة 1980، فهي متعتبرش جديدة قوي زي المنصورة الجديدة مثلا، وعشان كده فيها ناس كتير عايشة ومليانة محلات. أول حاجة رحنا الحديقة المركزية وقعدنا فيها شوية، تذكرتها ب5 جنيه، والجنينة كبيرة وحلوة قوي ومريحة نفسيا. قعدنا تقريبا لحد العشاء، ريحنا ولعبنا كورة، بس اضطرينا نقوم عشان جوعنا. طبعا دمياط الجديدة فيها بحر، بس ما كناش عاملين حسابنا ننزل البحر فما رحناش. رحنا اتغدينا في مطعم سوري اسمه باب الحارة، والأكل بتاعه كان حلو وأسعاره متوسطة. رحنا ختمنا اليوم بعد كده في جلال كوفي، وده كافيه بيعمل حلويات وعصاير وفاتح أصلا في بورسعيد، وبعد كده بدأ ينتشر. وأول ما فتح كان بيعمل عروض حلوة قوي، بس طبيعي أسعاره غليت شوية زي ما كل حاجة غليت. وبكده تكون جولتنا في محافظة دمياط خلصت. رحنا راس البر ودمياط ودمياط الجديدة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك، وأشوفكم الفيديو الجاي من مكان جديد.